ممكن يجي لي عرض في عرض كويس جدا جدا جدا، بس مع العرض ده بيجي لي احساس ان انا لو سبت الفريق العمل اللي انا دربته وتعودت عليه، وهم الحقيقه بقت بينا وبين بعض علاقه مهنيه جيده جدا، بيجي لي احساس ان الفريق ده هينهار بعد ما انا امشي. او حتى الشركه اللي بدين بيها للولاء ممكن يحصل لها دروب بعد ما امشي لفتره او اخرى. ده بيبقى احساس صعب جدا، لان هو بيحطني في صراع ما بين مشاعر تجاه الفريق اللي انا اشتغلت معاه، وكمان مستقبلي الشخصي. الاحساس بالذنب هنا بيبقى طبيعي جدا، لكن الاهم هو ان انا هتعامل مع الموقف ده بعقلانية عشان اقدر اوصل لحل متوازن يكون في صالحي وفي صالح المكان اللي انا بشتغل فيه. يبقى اذا لازم اقيم الوضع بذكاء قبل ما اخد اي قرار. لازم افكر في كام نقطة كده ممكن تخليني وتساعدني اقدر اخد هذا القرار. هل فعلا المكان لما انا همشي هيقع زي ما الناس بتقول، او هيحصل فيه دروب؟ يمكن احساسي ده بيبقى مبالغ فيه شويه. هل في حد في الفريق عنده امكانيه ان هو ممكن يحل مكاني، او حتى يتولى المسؤوليات بتاعتي لفتره مؤقته لحد ما يحل مكاني حد تاني؟ هل الشركه اللي انت فيها بتستثمر في الفريق؟ لو الشركه مش بتستثمر في تدريب ناس او تطوير مهاراتهم او وضع خطه لده، يبقى ده جزء من المشكله. مش انت لوحدك المسؤول عن استمراريه الشغل. ما يبقاش عندك احساس بالذنب، لان دي مش مشكلتك انت لوحدك. هل العرض ده كان فرصة استثنائية بالنسبة لي، وعرض ممكن ما يجيليش مرة تانية وممكن ما يتكررش تاني خالص؟ يبقى لازم تحسبها صح. احد الحلول، لو انت شايف فعلا ان انت هي مشكلتك في الشركة الحالية، ان قد يكون الموضوع ليه علاقة بالمقابل المادي، ولكن هذا المقابل المادي لو كان حصل فيه تعديل بشكل او باخر، ممكن يكون العرضين يبقوا قريبين من بعض، فبالتالي انت تقدر تاخد قرار ان انت تكمل في شركتك. فبالتالي انت عندك كذا حاجه ممكن تعملها. اول حاجه ان انت تتكلم مع مديرك المباشر وتكلمه بكل شفافيه وبكل صراحه. انا جاي لي العرض ده تفاصيله 1 2 3 4. انا حابب العمل جوه بيئه العمل بتاعتنا، حابب اكمل في الشركه، حابب اكمل مع فريق عملي، ولكن اعتقد ان العرض ده ممكن ما اقدرش اجيبه بعد كده في المستقبل، وممكن بيمثل لي نقله نوعيه جيده جدا جدا على طريق مستقبلي. وبالتالي هو ممكن يفكر معاك لو حصل تعديل في وظيفتك الحاليه، او حتى تعديل في الراتب بتاعك الحالي، ممكن توصلوا مع بعض لنقطه بيكون فيها الوضع الوظيفي الحالي اللي انت فيه هو وضع جيد جدا، ومش محتاج تسيب شركتك، ومش محتاج تسيب فريق عملك. فبالتالي الشفافية مطلوبة جدا جدا في الموضوع. الحاجة التانية اللي انت برضو ممكن تقدر تتغلب بيها على الإحساس ده، ان انت تبدأ تجهز فريق العمل اللي معاك للمرحلة اللي بعديها، بحيث ان انت تبقى فيه خطة تسليم وتسلم جيدة جدا. بتبدأوا تحددوا حتى بالاشتراك مع مديرك مين اللي يقدر يستلم المهمة منك بشكل جيد، مين اللي هتقدر تسلمه الشغل، مين اللي هتحط معاه خطة أول فترة لحد ما شغلك يقدر يجيب حد يغطي مكانك. فدي بتبقى نقطة مهمة جدا، وفي نفس الوقت بتتغلب بيها على الإحساس اللي انت زعلان ان انت تسيب محل عملك. الحتة الثالثة المهمة برضو في الموضوع، ان انت تتواصل مع الفريق بتاعك. لو شايف ان ده مناسب، ممكن تتكلم مع فريقك عن قرارك، وتبدأ تشجعهم وتبدأ تديهم محفزات وكلام يعني بيؤدي ان انت بتثق فيهم دايما، وان هم يقدروا يكملوا من غيرك. ده اكيد بيخفف شعورهم بالقلق بعد ما انت هتمشي، وبيقلل احساسي بالذنب ناحية الموضوع. في النهاية اتخاذ القرار لازم يكون مبني على مصلحتك الشخصية بنسبة كبيرة. ولو فضلت في الشركة عشان الولاء بس، مع الوقت ممكن يتحول مشاعر الولاء دي لإحساس بالندم. انت دايما مش مسؤول عن مستقبل الشركة بالكامل، لكن انت مسؤول عن مستقبلك انت. فبالتالي القرار يكون مبني على ده. ودايما تفتكر ان الولاء الحقيقي هو انك تكون افضل نسخة من نفسك، وده بيخدمك وبيخدم الناس اللي حواليك في كل مكان.